الدم سال هدرا في مالي وخلف وراءه مرارة في نفوس العسكريين الفرنسيين بحسب تقرير لفرانس بريس بعد إفراج السلطات المالية عن 200 سجين مقابل 4 رهائن نتيجة مفاوضات مع جماعات متطرفة تحاربها فرنسا منذ سنوات فقدت خلالها العديد من الجنود. حفل الشواء الضخم الذي أقامه تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى في المنطقة المعروفة بمثلث الموت في مالي لم يكن احتفاء بعودة المقاتلين فقط، بل وبفدية تقارب 30 مليون يورو حصلوا عليها من الصفقة، وهو ما شكل في المقابل حالة من الإحباط بين أفراد الجيش الفرنسي الذي ينشر 1500 من جنوده في شريط الساحل الإفريقي. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من المفرج عنهم كانوا في قوائم المشتبه بهم، إلا أن صحفا فرنسية كشفت عن أن بينهم نحو 30 من قادة الكتائب وكانوا قد اعتقلوا على يد جنود فرنسيين بقوة برخان والذين سلموهم إلى السلطات المالية. الغضب من الصفقة لم يقتصر على الجنود وحدهم بل امتد إلى مجلس الشيوخ، حيث استنكر رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الإفراج عن معتقلين أيديهم ملطخة بالدماء بعد معارك فقدت فيها فرنسا 50 جنديا كما أصيب المئات، معتبرا أن المجلس العسكري الحاكم في مالي لم يعد شريكا موثوقا به في الحرب ضد الإرهاب. فرنسا التي تتبنى سياسة عدم التفاوض مع الإرهابيين تواجه قلق فقدان الروح المعنوية للقوات ومخاوف تقويض عملية برخان التي تسعى لإشراك المزيد من الدول الأوروبية بها، فتأتي مثل تلك الصفقات بين مالي والجماعات المتطرفة بالإضافة إلى تصاعد هجمات المتطرفين كما يحدث في بوركينا فاسو لتشكك في إمكانية احتواء التمدد الإرهابي في الساحل الإفريقي.